ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. وصفتنا النهارده زي ما انتوا شايفين كده، هو هنعمل كاسات الكنافة بالمانجا بالكريمة. حاجة كده تحفة. حابة تعمليها في كاسات مفيش اي مشكلة، تعمليها في طاجن، تعمليها في قباط كده. هو المتاح عندك اعمليها، صدقيني طعمها حلو جدا وسهلة وسريعة. خليكم معايا واحدة واحدة، هنبدأ الطريقة مع بعضينا. المكونات بتاعتنا: اول حاجة لازم يبقى عندي مكعبات مانجا، سواء فريش او متفرزة عندك في الفريزر مفيش اي مشكلة. دي كانت متفرزة. تاني حاجة بتجيبقى عندك كريم شانتيه، بتطحني عندك كريم، بتضربي عندك في بالمضرب كريم شانتيه. وشوية كنافة كده هوت، حوالي 200 جرام من الكنافة محمصاهم في الفرن كده هوت، بأربع معالق كبار من السمنة البلدي كده هوت، أو أي نوع سمنة انت تفضليه. تديهم لون ذهبي كده يكون كويس. تطلعي بالكنافة تحطي عليها معلقتين سكر بودرة. تمام معايا لغاية هنا اهوت. بعد كده بتجيبي الكوبايات بتاعتك او الطاجن بتاعك اللي انت هتعمليه كنافة بالمانجا، وهتبدأي تحطي من الأرضية كده هو عصير مانجا تقيل، مش متضاف له أي نوع من المية، ولا يعني بتضيفي لها ايه، حاجة بسيطة من السكر كده هو. ويفضل نوع المانجا اللي انت تستخدميها نعومي. مش متاح عندك ومتاح عندك اللي هي الزبدية بتاعة التخزين، مفيش اي مشكلة، بتحطي معلقتين سكر وتضربيها كويس جدا. اهم حاجة المانجا بتاعتي تبقى تقيلة. ليه بحطها في الارضية؟ عشان لما اجي احط طبقة كنافة زي ما انتوا شايفين كده هو، تبقى طرية في قلب بعضيها كده هو، يعني تضطر الكنافة مع المانجا. لاني انا لما جبتها من بره لقيت الارضية ما فيهاش اي حاجة، ولا كريم شانتيه ولا مانجا، ولقيت كنافة بس. تيجي تاكليها تلاقي الكنافة في الارضية ناشفة زي ما هي. لكن المانجا، معلقتين المانجا اللي انت بتحطيهم في الارضية ديت، بتطري معايا الكنافة. تمام كده هو. ويفضل ان انت تعمليها قبليها ايه بساعتين ثلاثة كده هو، تكون المكونات كلها اندمجت مع بعضيها. مش ان انت تعمليها وتاكليها، يعني على الاقل سيبيها ساعتين كده هو. بعد كده بنضيف الطبقة بتاعة الكريم شانتيه. اول طبقة عصير من المانجا، تاني طبقة كنافة، تالت طبقة بنحط الكريم شانتيه. الكريم شانتيه اللي انا مستخدماه هنا هو، مستخدمه كريم شانتيه لباني اللي هو ماركة ريتشي، ماشي، ريتشي المتحدة. بعد كده بتحطي بقى قطع المانجا. قطع المانجا لو هي نعومي بتبقى مسكرة لوحديها. لو انتي متاح عندك زبدية، بتجيبي جيلو مانجا كده هوك من عند مستلزمات الحلويات، بيبقى مسكر. فبتضيفي عليه على القطع المانجا بتضيفي معلقتين جيلو كده هوك، بيديها طعم حلو قوي. عشان ما ينفعش نوع المانجا تحطيها اللي هي محدقة شوية كده هو. بيبقى القباط بتاعت او الكنافة بالمانجا بيبقى ليها نوع المانجا اللي هي المانجا النعومي، او اللي هو اللي اسمها فجر. دي بتبقى مسكرة شوية. بعد كده بحط برضو طبقة كنافة تاني. بعد كده طبقة الكريم شانتيه. يبقى احنا هنا حطينا بس عصير المانجا في الارضية. تمام. وبتضيفي اهوت الكريم شانتيه. وبعد كده بقى هتضيفي ايه؟ هنضيف من على الوش قطع بقى ايه، مانجا، تحطي كريز، تحطي مكسرات. صدقيني بيبقى طعمها تحفة. بس زي ما بقولك، بس سيبيها بس ساعتين كده هو، هتلاقيها اندمجت مع بعضيها، وهتلاقيها طعمها فظيع. بتتباع بره باسعار خياليه جدا، انت بتعمليها في البيت صدقيني مش هتكلفك ربع تمنها من بره، وهتاخدي طعم حلو قوي. كفايه ان انت عامله حاجتك بنفسك، دي بيبقى ليها فرحه تانية خالص، يعني غير ما انت تشتريها من بره جاهزه. بعد كده هو بحط قطع المانجا اهو من على الوش. حابه تمليها قطع مانجا مفيش اي مشكله، بس هي عشان انا عاملاها في كاسات فتحطي ايه، قطعتين كده اهو. لكن سبق وعملتها معاكم في قبات كبيره، كنت ماليه الوش عباره عن قطع مانجا، وكنت عاملاها بالمكسرات بالفستق والبندق واللوز. كان بيبقى طعمها حلو قوي، بس دي كانت قبات بتتقفل بالغطيان بتاعتها. لكن دي انا عاملاها في كاسات كده اهو، دي هتتحط وهتتاكل لبيتك. دي كده بتكون وصفة النهاردة، اتمنى ان هي تكون عجبتكم، وبألف هنا وشفا على قلوبكم.